همسة لقلبك وأسراري معاك على طول، ومين يعني هروح أحكيله تفاصيلي فاهمها أكيد، ومن غير ما أقولها وداريها، وبحكي كتير وأقول وأعيد، وعمره ما هيمل مني، دي حاجة عارفاها. ومهما رغيت ومهما بكيت ألاقي الراحة في بكايا وقربي ليه، أروح له في أي وقت ألاقي بابه مفتوح، وأناجيه وأشكيله دنيايا، أقول له الحياة صعبة والناس معاملتهم بأحكاية، بيجوا عليك وانت اللي مظلوم في كل الحكاية. يا ريت نخرج منها بسلام ونتعلم بقى من الرواية. في كل رواية فيها الظالم والمظلوم، ويا ترى هتنتهي ازاي حكايتهم. شفنا كتير أفلام فيها الخير بينتصر ساعات، وساعات بينتصر الشر حسب اللي في الحكاية. لكن في الدنيا مش كل النهايات بيبقى انتصار الخير هو النهاية، بس لكل ظالم في الدنيا نهاية، ويقابل رب عادل هيقتص منه أكيد، وهينتصر أكيد الخير، وهياخد كل واحد حقه وتنتهي الحكاية. مفيش غير العدل عند ربنا، ونهاية الظلم أسوأ نهاية. وأهي دنيا عايشينها، والكلمة فاهمينها، والصورة شايفينها. الدنيا دوارة والنفس أمارة، والحكاية خلصانة. الآخرة جاية أكيد، والدنيا راحة بالتأكيد. وياريت نكون فاهمين، عايشين ومش عايشين، رايحين ومش راجعين، خايفين وليه خايفين، وربنا بينا رحيم. مسافرين في طريق يمكن يكون طويل ويمكن يكون قصير، بس في النهاية رايحين ومش راجعين. خد زادك وزوادك، فتلاقي رحلة سفرك جميلة بالتأكيد. سبح كتير واحمد كتير، وقول كلام كله جميل. خلي لسانك دايما لذكر الله على طول مداوم. ذكر الله ليه تأثير كبير. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قول يا رب.